ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الفيجما كوميونتي. الفيجما كوميونتي هو مكان كويس جدا بيعرض لي كل الريسورسز او البلجنز اللي ممكن استخدمها عشان تساعدني في الديزاين بتاعي. والريسورسز او الكوميونتي هلاقي فيها اي حاجه انا عايزها، سواء كانت ايكونز او لو انا محتاج بلجن يساعدني ان انا اجيب صور معينه تساعدني في الديزاين بتاعي، او اي ريسورس عموما يساعدني ان هو يسهل عليا في الديزاين بتاعي. فكل اللي هعمله علشان ادخل على الكوميونتي، هاجي هنا وانا في الهوم بيج بتاعت فيجما، وهاجي في التول بار في الشمال، هنزل تحت خالص هلاقيه بيقول لي اكسبلور كوميونتي، فهدخل عليها من هنا وهلاقيه دخل لي في الصفحه وبيقول لي ويلكم تو فيجما كوميونتي. هلاقي عندي سيرش بار وهلاقيه مقسم لي زي نافيجيشن بار او زي سيكشنز او بوتنز بتعرض لي على حسب الحاجه اللي موجوده، سواء لو انا عايز ايكونز او ويب او موبايل او واير فريم او ايا كان اللي انا محتاجه. لو انا بدور على حاجه معينه هدخل عليها في السيرش من هنا، وهلاقي كمان بيقول لي بيعرض لي حاجات زي لاندنج بيجز او حاجات ديزاينز ناس تانية عاملينها. فلو انا مثلا بدور على ايكونز تساعدني في الديزاين بتاعي، بكل بساطه هدخل هنا على ايكونز، هيفتح لي صفحه فيها كل البلجنز اللي متاحه بالنسبه للايكونز، وهلاقي عندي في فلتر هنا بيقول لي all products. لو انا بدور على بلجن استخدمه في كل البرودكتس اللي عندي، سواء كان فيجما او فيج جام او ايا كان، او لو انا عايز حاجه تستخدم في فيجما بس، او لو عايز حاجه تستخدم في الديفلوبمنت مود بتاع فيجما، او لو عايز حاجه في فيج جام، فانا هسيبها على all products وهلاقيه مقسمها لي. لو انا بدور على حاجه مدفوعه وفري الاثنين مع بعض، او لو انا عايز حاجه بفلوس بس، او لو عايز حاجه فري بس، انا هسيبها زي ما هي. ولو بدور على حاجه بلجن معمول من اي كرييتور، او لو انا عامل فولو لناس معينه وعايز اشوف البلجنز اللي هم عاملينها بس، او لو انا بدور على بلجن معمول من فيجما بارتنر بس. وهلاقي اخر حاجه عندي الترتيب اللي بيظهر لي، هل هو يظهر لي الترندنج الاول ولا البوبيلر ولا الريسنت. طيب دلوقتي هلاقي عندي كل البلجنز اللي متعلقه بالايكونز، فانا هختار البلجن اللي انا محتاجه علشان استخدم الايكونز بتاعته. فهاجي مثلا هنا على فيذر ايكونز وهدوس عليه، هيفتح لي الصفحه اللي فيها فيذر ايكونز. كل اللي انا هعمله ان انا هقول له اوبن ان من هنا، وهختار الصفحه المعينه اللي انا عايزه يفتح فيها، او ممكن اقول له افتحها لي في نيو فايل، وهقول له افتحها لي في نيو فيجما فايل، وهيبدا يحملها لي ويفتحها لي في نيو فيجما فايل، وهلاقيه هنا جابها لي. طيب انا هطلع بره دي وهنشوف مع بعض انا ازاي ممكن اجيبها. بكل بساطه هاجي هنا من الريسورسز جنب التكست وهدوس عليها، وهاجي في التاب اللي في النص البلجنز، هلاقيه هنا هو اهو حطها لي الفيذر ايكونز البلجن اللي احنا جبناها، وهدوس عليها وهلاقيه طلع لي البلجن شغله لي، هلاقيه طلع لي كل الايكونز اللي موجوده. وطبعا هنا الايكونز كتير جدا، فلو انا بدور على حاجه معينه اقدر ان انا اعمل لها سيرش. فلو انا مثلا بدور على هوم ايكون هكتب هوم وهلاقيه طلع لي الايكون، وبكل بساطه عشان استخدمه هدوس عليه مره واحده بس وهلاقيه طلعه لي هنا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وظهر عندي في اللاير بانل من هنا. فانا خلاص مش محتاج البلجن دي، فهقفلها من هنا وهشيل الايكون ده، وهرجع تاني على الكوميونتي وهندور على بلجنز تانية تساعدنا ممكن نستخدمها. عندي بلجن تاني للايكونز زي الايكون سكاوت، برضو هدوس عليه وهعمل نفس الطريقة. هاجي هنا اقول له اوبن ان، وممكن بقى نفتحها في نفس الديزاين فايل اللي احنا فتحناه اللي هو فيذر ايكونز، هقول له افتحها لي هنا، وبرضو هتظهر لي في تاب الريسورسز في البلجنز، هلاقيها هنا ظهر لي برضو. كمان ممكن ندور مع بعض لو في بلجن تاني للايكون ممكن نستخدمه، في كمان الايكونز 8 من هنا، وبرضو هقول له open in، برضو نفس الديزاين فايل. وانا الايكونز دي كلها ظاهره لي في الريسورسز في البلجنز،
بس ده مش معناه ان هي ظاهره لي في الديزاين فايل ده. يعني انا اي ديزاين فايل جديد هفتحه لو انا هعمل بروجكت جديد هلاقيه برضو البلجنز دي عندي متسيبه في الريسورسز، هي خلاص كده متسيبه على الاكونت بتاعي نفسه، مش متسيبه في صفحه الديزاين بتاع صفحه الديزاين اللي انا واقف فيها حاليا. فانا ما اظنش ان انا هحتاج اي بلجن تاني للايكونز. ممكن اخد الماتيريال ديزاين. الماتيريال ديزاين هي الايكونز بتاعت الاندرويد او بتاعت جوجل، فانا ممكن برضو اخد ديت كمان تبقى عندي موجوده، وبكده اكون جمعت البلجنز بتاعت الايكونز اللي انا محتاجها. هرجع تاني على الكوميونتي وهبدا ادور على بلجنز ممكن تجيب لي صور. فانا عارف بلجنز بالاسم فهدور عليها. عندي بلجن زي بيكسلز وهلاقيه عندي اول واحد اللي هو اللوجو بتاعه. لو محدش عارفه اللوجو بتاعه هو حرف البي في دايره خضراء، فده برضو بلجن حلو جدا بيساعدني ان انا اجيب صور هاي كواليتي استخدمها في الديزاين بتاعي. هقول له برضو اوبن ان في نفس التاب اللي انا فاتحها، وبكده هلاقيها محطوطه هنا. وفي في بلجن تاني للصور اسمه Unsplash، ده برضو بلجن حلو جدا بيساعدني ان انا اجيب برضو صور هاي كواليتي. هاجي برضو وهدوس عليه من هنا وهقول له open in، وفي نفس التاب اللي انا فاتحها. عندنا كمان في بلجن اسمه remove bg. البلجن ده حلو جدا، هو بيساعدني ان انا اشيل اي خلفيه. لو انا عندي صوره فيها مثلا شخص واقف وراه خلفيه وانا عايز اطلع الشخص ده من الصوره من غير الخلفيه، فكل اللي بعمله ان انا بشغل البلجن دوت على الصوره بعد ما بعمل لها سيلكشن، وهو بكل بساطه بيشيل الخلفيه وبيعمل لي الصوره على خلفيه ترانسبيرنت زي ما احنا شايفين هنا في الصوره اللي في البانر اللي محطوط. كل اللي هعمله برضو ان انا هقول له اوبن ان وهختار الديزاين فايل اللي احنا فاتحينه. وبكده نكون اتكلمنا عن الكوميونتي. اي بلجن انت محتاجه او اي بلجن انت بتدور عليه علشان يسهل لك الديزاين فايل بتاعك او شغل الديزاين بتاعك، كل اللي هتعمله ان انت هتيجي على الكوميونتي وهتدور عليه. لو انت عارفه بالاسم هتعمل له سيرش عليه بالاسم، او لو انت بتدور على حاجات ومش عارف ايه هي ممكن زي ما قلنا هتطلع على الهوم بيج وهتدور في الكاتيجوريز، او هتيجي هنا في الكوميونتي زي ما احنا فاتحين كده بالمنظر ده، وهنشوف ندور في الحاجات البوبيلر اللي محطوطه قدامنا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، واشوفكم الفيديو اللي جاي.